السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تميم من قناة عربي مكسر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد، وده بيدعمنا في تصوير المزيد من الفيديوهات. النهارده ان شاء الله انا معاكم فندق سان رايز توكانا ريزورت الغردقة. مش هنخش جوه الفندق، احنا النهارده هنشوف بس الخيمة الرمضانية اللي عاملينها في الفندق. طبعا فندق سان رايز توكانا ده من الفنادق الجديدة لمجموعة سان رايز، وتقع في خليج مكادي، ومن الفنادق العالية. وطبعا ان شاء الله هبقى اصور لكم الفندق في فيديو تاني بإذن الله. النهارده الفندق عامل قيمه رمضانيه جوه الفندق في مكان مفتوح زي ما انتم شايفين، وابدا معاكم زي ما انتم شايفين كده بالبوفيه على طول. وزي ما انتم شايفين قدامكم دي الكنافه، والكنافه طبعا ملهاش حل، بيعملها قدامك على طول الشيف. انا جربتها ملهاش حل. ودي الحلويات زي ما انتم شايفين كده. انا بدات برضو البوفيه من الاخر. احنا هناخد الحلويات، بعد كده هنخش دلوقتي على السكشن الثاني. هتلاقوا هنا في اللحمه الضاني، والشيف هنا بيقطعها زي ما انت عايز وبيديها لك الطبق بتاعك. نخش بقى على السكشن اللي بعده. هتلاقي هنا في حاجات مختلفه، منها السلطات والبتنجان، وهتلاقي فاصوليا، رز، فته، هتلاقي لحمه، كلها زي ما انتم شايفين كده محطوطه في الاطباق اللي هي شبه الطواجن ديت. طبعا هي معموله كمان عليه، فهتلاقوا في نار حتى جوه الفخار ده، بيبقى في نار عشان تفضل محتفظه بالسخونه بتاعه الاكل، مولعينها جوه الفخار اللي انتم شايفينه. المشويات زي ما انتم شايفين كده، طبعا في طابور كبير على المشويات. بيخلص بسرعه، بس طبعا انا قلت عشان كده ابتدي لكم من نهايه البوفيه لاخره، لان دلوقتي خلاص الاذان قرب يأذن، فكله واقف بقى طبعا عشان ياخد الاكل بتاعه. المشويات طبعا هناك في كفته، وفي في فراخ شيش طاووق برضو هصورها لكم. وادي دي شكل الترابيزات، وزي ما انتم شايفين كده دي قعدات لذيذه جدا، سواء القعدات اللي هي على السجاد على الارض وبيحط لك شلته كده تقعد عليها، او القعدات اللي موجوده جوه زي ما انتم شايفين كده. انا بقى ما لقيتش للاسف مكان جوه، جينا متاخر شويه فما لقيناش مكان جوه، كان كل اللي جوه الخيمه ده نفسه محجوز. وزي ما انتم شايفين كده دلوقتي ادي دي المشويات ديت قدامكم، دي كفته وفي شيش طاووق. دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الكفته بعد ما الشيف بيطلعها بيحطها هنا كده في المكان اللي انت شايفه، وانت بعد كده بتخش تاخد اللي انت عايزه، او بيحط لك على طول في الطبق بتاعك زي ما انا دخلت كده واخدت على طول على الطبق بتاعي. المشويات طبعا كان فيها صنفين، ادي الكفته والشيش طاووق، وده كده جنب المشويات. في اثناء الفطار كان في عروض مختلفه، واستمرت طبعا العروض دي لبعد الفطار، ومنها طبعا فولكلور الشعبي زي فرقه الربابه اللي انتم شايفينها قدامكم دلوقتي، وفي عروض تانية كتير. بعد الفطار طبعا واثناء العروض اللي بيقدموها كان في الجمل زي ما انتم شايفين كده. الجمل ده موجود. انا في الاول اعتقدت ان هو للتصوير فقط او للديكور، بس طبعا لقيت ان هم لا، الناس اللي عايز بيركب سواء للكبار او الاطفال، بس طبعا اكتريه اللي كانوا بيركبوا الجمل كانوا الاطفال. حاجه ظريفه برضو جدا، وده مجانا طبعا، ما كانش فيه اي اكسترا او اي فلوس لازم تدفعها. ده المكان كده جايبه او الفندق جايبه يعني ترفيه للناس اللي جايه تحضر الفطار، وخصوصا للاطفال. المكان ده بقى اكتر ركن عجبني في الخيمه. الركن ده اسمه الخيمه، طبعا مخصص للي عايز يشرب شيشه بعد الفطار، بالاضافه لمشاريب سخنه زي الشاي والقهوه. الخيمه دي بقى عجباني قوي، لانها تحسسك فعلا انك في الصحراء او في البر، وقاعد كده في قريه بدويه، والقعده العربي اللي هم عاملينها تحفه، والديكور تراثي
بدوي عربي يجنن، يخليك قاعد تشرب قهوتك أو شايك وانت في حالة من الهدوء والسكينة وراحة، خصوصا لما كانوا مشغلين موسيقى هادية. والمكان بجد تحفة، خصوصا لو عايز تاخد صورة تذكارية مش عادية، وصور للانستجرام أو صورة لبروفايل الفيس بوك مش عادية، أو صور للذكرى. هيساعدك على كده الديكور اللي هنا بالإضاءة الجميلة المعمولة بشكل احترافي، وبتدي لك إحساس بالهدوء والاطمئنان، وبالإضافة للتحف التذكارية اللي محطوطة في كل مكان، وأجواء ممتعة جدا. وطبعا في الأيام العادية المكان ده مفتوح لنزلاء الفندق كركن للشيشة والاستمتاع بالقعدة العربي أو البدوي. وتتوالى العروض في المكان. احنا طبعا خلصنا الفطار من بدري وما زالت العروض شغالة، وكل العروض تعتبر من فولكلور الشعبي. وقدام حضرتكم ده الرقص الصعيدي او الرقص بالعصاية. وتتوالى العروض زي ما قلت لحضراتكم. بصراحة المكان ممتاز، والعروض كلها رائعة ومتنوعة وكتيرة. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده ده رأس المفروض ان هو التنورة، بس طبعا التنورة اللي عندنا في مصر بتبقى اللي هي بتبقى البتاع اللي بتلف ديت كده، بتبقى المفروض ان هي الوانها مختلفة، وبيبقى لابس الوان كده زاهية ومختلفة بتاع التنورة، يبقى شعره طويل. بس التنورة اللي انتم شايفينها دي من الفولكلور التركي، اللي هم بيبقوا لابسين ابيض والطربوش بتاعهم احمر. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لفقرة ضيع صيامك، فقرة الرقاصة او الرقص الشرقي. اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي قدامكم ده لايف ميوزك، موسيقى حية، بيعزف وبيغني في الميكروفون زي ما حضراتكم شايفين المغني، وبيعزف على العود والطبلة. طبعا كل ده حي، والرقص الشرقي. وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، واللي عايزنا نستعرض فندق سان رايز توكانا من جوه ممكن يكتب لنا في التعليقات. لو وصلت التعليقات لعدد معين هنصور لكم الفندق. وانتظرونا في الفيديو القادم. مع السلامه.